ازاي اللعيبه بيتكلموا ويسمعوا بعض وسط هتاف الجمهور؟ الجواب مش بسيط لكنه بيتقسم لحاجات ذكيه جدا. معظم الفرق بتدرب لاعبيها على اشارات معينه بالايد او حتى بحركات الجسم. يعني لما تلاقي لاعب بيرفع ايده اليمين ممكن يكون بيطلب تغيير مركز او بيدي اشاره لباص طويل. المدرب نفسه ساعات بيبعت التعليمات باشارات ايده بدل الكلام. واللاعبين المحترفين بيتعلموا ازاي يرفعوا صوتهم ويوجهوا الكلام مباشره، زي لما الحارس ينادي على المدافعين 9 ايمن. وغالبا بيستخدموا اسماء او كلمات بسيطه معروفه بينهم. وفي بعض الدوريات او اثناء التدريبات بيستخدموا سماعات خاصه او ميكروفونات دقيقه، لكن ده مش في كل المباريات الرسميه، وده بيحصل اكتر مع الطواقم التحكيميه علشان يفضلوا على تواصل لحظه بلحظه. وفي فرق بتشتغل على سيناريوهات قبل الماتش، زي ان لو حصل كذا اعمل كذا، وده بيقلل من الاعتماد على التواصل اللحظي. يعني ممكن اللاعب يعرف ان لو الكوره راحت في اتجاه معين فانا لازم اتحرك في الاتجاه الصح من غير ما اسمع التعليمات. اما اللاعبين الكبار بيبقوا واخدين على الاجواء دي، مثلا رونالدو وميسي او حتى محمد صلاح صعب عليهم يسمعوا تعليمات وسط زعيق 70,000 مشجع، لكن بيقروا لغه وشوش زمايلهم ويعرفوا بالظبط هيعملوا ايه. على الرغم من الزعيق والتشجيع اللي بيخلي ودانك تصفر، اللعيبه عندهم طرق عبقريه كتير عشان يسمعوا بعض ويتفاهموا في قلب الملعب. والموضوع مش دايما عن السمع، احيانا التواصل الصامت اقوى بكتير.